السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب قناة أخبار وزارة التربية، قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ورابط قناة تليجرام بالوصف. عاجل آخر الأخبار. وزارة التربية تسمح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى الأهلية الصباحية. أي طالب مدرسة مسائي يقدر ينتقل للصباحة بدون أي شروط، كان طالب أو طالبة. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية السماح باستضافة طلبة المدارس المسائية إلى المدارس الأهلية الصباحية للعام الدراسي 2024-2025 على وفق الضوابط المذكورة في الأدنى، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 28/11/2024. طبعا هاي ضوابط. أولا، عدم وجود مدرسة مسائية ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة سكن الطالب. إذا ماكو مثلا قريبة عليك مدرسة مسائية تقدر. ثانيا، في حالة صدور أمر استضافة من قبل المديرية العامة ويرغب ولي أمر الطالب بإلغاء الأمر، يكون الإلغاء من قبل المديرية العامة التي أصدرت كتاب الاستضافة. ثالثا، وجود حالات صحية مثبتة بتقارير طبية صادرة من المستشفيات واللجان الطبية المختصة لها، منها العشو الليلي أو العوق الفيزيائي. 4، عدم تجاوز أعمار الطلبة المراد استضافتهم المدارس الصباحية السن النظامي لتلك المدارس. طبعا نفس الشروط مال ذيك العادية، بس هاي المدارس الأهلية. وأيضا هيئة الرأي في وزارة التربية تقرر فتح إعدادية مسائية مهنية للبنات في بغداد. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. رابط قناة تليجرام بالوصف، تلقون بها آخر الأخبار أول بأول. في أمان الله.